لو عايز تلتزم بالجيم 4 مرات في الأسبوع، في خدعة بسيطة تعملها لعقلك. اللغة. معظم الناس بيسألوا نفسهم كل يوم هتمرن النهاردة ولا بكرة؟ دي أكبر غلطة. أنا اللي ساعدني فعلا إني أغير طريقة الكلام مع نفسي. ما عدتش بسأل هتمرن ولا لأ، أنا بسأل إمتى هتمرن. السؤال مش عن إذا كنت هتمرن، ده قرار محسوم. أنا هروح الجيم 100%. كل الموضوع إني أحدد إمتى في اليوم. ما تديش لنفسك اختيارات تهربك. 2. اتمرن كل يوم، ودي واحدة من أحسن الحاجات اللي عملتها. عارف إن في مدربين بيقولوا لازم راحة، وأنا فعلا ما بروحش الجيم كل يوم، بس كل يوم لازم أعمل رياضة 15 دقيقة على الأقل. وبكده دماغي ما عادش بتسأل السؤال هتمرن النهاردة ولا لأ، لأن كل يوم هو يوم تمرين، مفيش مفر، خلاص بقى نظام ثابت. 3. طريقة المدرب الكسلان، ودي من سكوت آدمز، والفكرة جامدة جدا. هو عامل اتفاق مع نفسه، هيروح الجيم، هيدخل، بس مش لازم يتمرن لو مش جاي على باله. شكلها هروب، بس بتشتغل لسبب مهم. احنا بنتأثر بالبيئة حوالينا. لو حواليك ناس ناجحين بتنجح، ولو دخلت مكان كله طاقة منخفضة هتحس بيها. نفس الكلام في الجيم، أول ما تدخل تلقائيا جسمك يبقى عنده دافع إنه يتمرن، عشان شايف كل الناس حواليك بتشتغل. وده سر الطريقة دي. انت بتقول لنفسك لو مش حابب نتمرن نمشي، بس نروح الأول. سكوت بيقول إنه ساعات بيروح الجيم ويمشي بدون تمرين، بس ده بيحصل 2 أو 3 في السنة. معظم الأيام مجرد وجوده في الجو ده بيخليه يتمرن. 4. الشرير. اعمل نسخة شريرة منك. كل بطل عنده شرير بيواجهه. انت البطل، والشرير هو النسخة الأقوى منك، النسخة اللي جسمها أحسن وأنجح وملتزمة 100%. النسخة دي بتتمرن كل مرة من غير نقاش. بتصحى كأي سابقك بخطوة. فكر فيه كل يوم. فكر إنه واخد كل اللي نفسك فيه، لأنه عايش حياته بنية مش بالعشوائية. ساعتها مش هتسأل أتمرن ولا لأ، لأن الشرير بتاعك سبقك الجيم وانت لازم تهزمه. أنا شخصياً بستخدم خليط من كل الطرق دي. عامل قائمة الشرير لحاجات كتير في حياتي، وبتمرن كل يوم وبغير لغة الكلام مع نفسي. انت ممكن تختار طريقة واحدة أو تدمج كذا طريقة مع بعض. المهم تفهم إن كل اللعبة في دماغك، ولو لعبتها صح دماغك هيساعدك بدل ما يعطلك.